السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني أخواتي، أهلا أهلا وسهلا. حياكم الله في هذا الموضوع إن شاء الله اللي هو موضوع زوين وجديد واللي غادي نشارك معكم إخواني أخواتي ونديروا واحد الضرة شرفية في هذا الموضوع اللي هو ديال ما يسمى به الوعد للوعد، اللي هي الثقة، اللي هو ما يسمى بالمصداقية. أحسن حاجة الإنسان يكون عنده واحد المصداقية إلا بغيت تنجح في هذا الوقت، لأن كنشوفوا هذا النوع ديال ما يسمى به البيع العشوائي، أو هذا النوع ديال ما يسمى به الغارديان او اللي هو اساسه في الاماكن، لان راه واحد لافير اللي هي الطريق باش غادي يمشي لواحد المهنه ما تعلمش صنعه، مشى لهذا الاتجاه اللي هو ما يسمى بالبريكولاج وراه غير كيبريكولي. وهذا البريكولاج راه ما عمرك غادي تمشي به بعيد ولا توصل شي حاجه بعيده من هذا الموضوع ديال ما يسمى بالبريكولاج، لان يجي واحد النهار غادي الدوله تدخل غادي يحاربوك ديك الظاهره اللي تخدم فيها. او حتى الانسان اذا كان بنى دار ديالو بناها بطريقه عشوائيه وكلشي يراقب وكلشي يعرف شنو كاين، يقدر يطيح لك واحد النهار يجيو يهدموها لك، وانت ما غادي دير وانت غادي تكون. لهذا الانسان اول نقرا كل شيء خوتي خواتي يبني المستقبل ديالو بيدو بالخصوص في هذه الاونه هذه اللي كنشوفوا ماذا يحدث في هذا العالم، اللي ولات الثقه ما كايناش. الانسان خصو يرجع ديك الثقه هذيك، لان النصب والاحتيال والكذب والنفاق وهذا الشيء اللي دخلنا فيه ولا خطير، اللي ولات ما بقاتش الثقه. غادي نحكي لكم واحد القصه ديال واحد الشخص اللي الناس عارف كيفاش كيكون واحد الذكي، يعرف كيفاش يدخل في وسط المجتمع ويعيش مرتاح هانئا مطمئنا، وروح انت تدخل ذاك النوع ديال التخربيق والهضره والخوا وما دير منها حتى شي حاجه. ما تقول ليش ما كاين ما يدار وما كاين والو في المغرب. كاين ما يدار، خص المصداقيه، والمصداقيه اللي هي خصك ديرها انت بيدك وتخدم بيدك وتخدم الواقع. الباقي خليه غادي كلشي يجي لراسو، واللي غادي يشوفك غادي يضرب في الصح ولا غادي يعطيك اتساع. اولا طبيعي كنعرفوا في الدوله ديالنا كاين واحد النوع ديال هيل ولا ميل. حتى هما كيديروا داكشي ديال علمك معليش خليه راه تما، ولكن غادي يجي واحد النهار غادي يهاجموك على داكشي ديال البيع العشوائي اللي هو ديال الكرارس. كيشوفوا في داكشي، ولكن يقول لك ايوا خليه راه تما ما صدعناش، ولكن يجي واحد النهار غادي يحيدوها لك. ها انت ما عندكش مستقبل، ها انت ما بنيتش واحد المشروع، كروسه كتجي داكشي اللي كتب الله اللي جابو النهار داه الليل. انا غادي نديروا ليها موضوع خاص اللي غادي نتكلم لكم كيفاش كانت القصه ديال البدايه اللي هو ديال هذا الشيء ديال الكرارس او ما يسمى بالبيع العشوائي، وهذا النوع اللي هو ديال ما يسمى بالغارديان اللي هو ولاو كيحتلوا بملك العام، ويجي يقول لك انايا راني غارديان او ما يسمى بالعساس جيلي جون. نديروا عليها قصه خاصه باش نبداو لها من البدايه الى النهايه اللي وصلنا، وعلاش الدوله ديالنا ولات كتحارب اليوم بهذه الظاهره هذه. هذا غادي نديرو لها فيديو خاص مع بعد هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. اخواني خواتي اللي بغيت نطلب منكم ما تخلوش علينا بشي كلام زوين، شي تعليق، وديروا لنا واحد الجم الله يخلينا ويخليكم على كل حال. الو خوتي بطبيعه الحال هذه القناه تاعي كتعرفوا اللي هو من كل خطا كنجيب لكم شي موضوع، خطا كنهضر لكم على الحياه نتاعي القصه ديالي، خطا نجيب هذه، خطا كنهضر على هذه. واخا تكلمت على الموضوع ديالي اللي هو السرطان، الله ينجينا وينجيكم الله يعافينا ويعافيكم، اللي حنا في الطريق الصحيح الحمد لله. مؤخرا الطبيب قال لي راه حنا في واحد الطريق الصحيح، الله يشافينا ويشافي الجميع. اخواني خواتي على كل حال اللي هو واحد المرض سميتو كافون، اللي كيتقاسوا بالاغلبيه اللي هم ديال الناس ديال المنطقه لا ميديتيراني اللي هو البحر المتوسط. راه على شي فيديوهات رجعوا تشوفوا هذا المرض اللي هو ديال السرطان الله يخلينا ويخليكم، وفعلا الشيء اللي قالوها لي الفرنسيين. المهم هذا موضوع اخر، خلينا ندخلوا في الموضوع ديال هادشي ديال ما يسمى به المصداقيه والثقه. الا بغيت اخويا وبغيت تعيش الحياه نتاعك وتكون مطمئنا في الحياه النفسيه ديالك لا مع ربي ولا مع العبد، نقسم لك بالله العلي تبع لي هذا الفيديو اللي غنشاركو معك وتبعها الطريقه دي غادي ان شاء الله تنجح. وروح معها غير بالتي هي احسن، يكون الخير والصبر دائما. اولا كتعرفوا يا اخواني خواتي راه كيف ما كان الحال الانسان باش يوصل لواحد المكان الا وهي عندها البدايه اللي هي من البدايه من تحت الارض وتجي طالع درجه بدرجه. ما عمرو غادي توصل لواحد البلاصه بدون تبدا لها من التحت. اي واحد بدا مشروع او بدا مهنه او بدا خدمه الا وهي بدا لها من التحت ومشى وراه مشى بعيد. ما عمرو غادي تقول لي غادي نوصل لواحد المكان اللي هو انت مازال ما بديتلاش من التحت. راه حتى بالنسبه للرياضه باش تولي شامبيون لابد خصك تعافر وتنوض وتبكر والصباح والرياضه والجري والتوكيد وتحترم راسك وتحترم التوكيد والخدمه باش تبقى تطلع درجه من درجه حتى تولي انت واحد الشامبيون وتمشي تشارك في المونديال. ولا لا خوتي راه ما عمرو غادي يهزوك يديوك روح يلا تمشي تشارك، لا. كرة القدم كيف كيبدا ديما بالتدرب اللي هي في الطفوله ديالو انت غادي. علاش؟ اولا الانسان الا كنت واحد المهنه كتحبها، علاش الانسان يبدا على واحد الحاجه
واحد المهنه اللي كتحقها ماسون ولا كارلور ولا طاشر ولا ميكانيسيان ولا الكتريسيان، المهم كيف ما كان. والا كان الانسان يقرا وشاف راسو عنده المعدل وغادي يوصل لواحد الهدف ديالو اللي هي شي مهنه في الدوله كبوليسي ولا جدارمي ولا اي حاجه من هذا القبيل او الاداره الى اخره، هذا موضوع اخر مزيان الانسان يهتم. ولكن الدوله راه مهما يكون عندك باك بلوس كتاك عندها واحد القرار اللي هو ديال واحد العدد ديال الناس كديهم، باقي عندي ما ندير لك الا انت ظهرك وتحت ذوك الناس هذوك وراكم تعرفوا شنو كيوقع. المهم انا اللي غادي نرجع اخواني خواتي اولا، وهذه واحد الرساله ديالي للوالدين، لان الطفل كيكون صغير انا عارفه له خصو غير يلعب، خصو غير يدوز الوقت، خصو غير كذا، ولكن خص تكون المتابعه ديال الوالدين اللي هو الطفل راه كيقرا وكيتبع الدراسه ديالو، وفي نفس الوقت نطرحوا له هذا السؤال: ولدي وشنو باغي، وشنو باغي دير، وشنو باغي تخدم، وشنو باغي تخرج، شوف الفكره ديال فين غادي. غادي يقول لك راه بغيت نولي بوليسي، مزيان، والا ما خرجش بوليسي راه خصك مهنه اخرى، وبغيت ندير ماسو، مزيان. اما انا خويا نشوفوا كيفاش ندخلوا ديك اللحظه منين الا تخلى على الدراسه ديالو نديه يمشي يخدم حتى بالنيت مع ماسو اللي هي كتبدا ديما مانوفر، لابد تبدا مانوفر، كذب عليك الكذب، وخصك تصبر. ميكانيسيان لابد تبدا بحلم ديال البولونات وتستافع وتسمع وتهضر، جيب هذيك الحمار، جيب هذيك، تسمع الكلام اللي ما عمرك سمعته هكا على الله غالب، لان هذاك السيد يتكلم معك ذاك الاسلوب اللي حتى هو تكلم معاه بنفس الاسلوب. اجي انت هذاك راس البطاطا، هذاك راس البصله، واش ما تسمعش؟ جيب ذاك البولون، جيب ذاك المفتاح، جيب هذيك. بالله وذنيا وندير عيني سمعت ما سمعتش، ولكن انا الهدف ديالي اللي هو خصني نتعلم الصنعه والصمت، نديرها في الجيب ديالي وندخلها في المخ ديالي، عاد نقوم راسي براسي. لان حتى هو ذاك الشخص اللي كيقول لك ويتعامل مع ذيك المعامله، راه تعاملوا معاه نفس المعامله باش وصل هو ذيك المهنه اللي راه فيها خدام فيها ومخدمك نتايا. انا غادي نحكي لكم قصه ديال واحد المصو اللي هو ماسو، ولكن هذا الماسو اخواني خواتي عنده واحد المصداقيه ديال بصح الثقه الكامله، وخدام على راسو بخير وعلى خير، ولكن كلشي على يدو، كلشي كيفوت على يدو. علاش وصلنا لواحد الوقت اللي هي ما بقاش الثقه؟ كاين شي واحد اليوم تقول له ودي عطي الفلوس الفلاني يمشي يبني لك ولا يمشي يبني لك الدار، كاين شي ثقه اليوم واحد تعطي له البلان ديالك تقول له ودي ها هو البلان، ها السميه، روح ديرو، ها الوثائق، وروح ريقل لي المسائل. ما بقاتش الثقه، تزوير، مشى لك البلان، مشى لك الارض، مشاو لك الفلوس، مشى لك الفلوس بالبنكه. هذا الشخص يا خواني خواتي اللي هو مصو، اللي غادي تحكي لكم القصه ديالو، اللي عنده هذه المصداقيه، والانسان اللي هو كيخاف من ربي وكيخاف من العبد، ما عندوش داك النوع ديال التزوير ولا الخطفه ولا يدي شي حاجه اللي هي ماشي ديالو، الواقع على ارض الواقع. تعرف هذا الشخص هذا باش غادي توصلوا وتمشي تقول له راه بغيت نبني واحد الدار، جيت تبني ليه، سير واش من عام تهرب عليه. علاش؟ لان الناس صابوا فيه واحد المصداقيه، اللي هو واحد الانسان عنده واحد الاخلاص، اتخاذ ديال بصح. الناس ولاو كيعطيو له الفلوس، الناس كيعطيو له الشيكان مسنين بدون رصيد، يعني ما يديروش شحال 200 مليون ولا 20 مليون ولا 25 مليون، غير سينيو له الشيكان، يعطيو له البلان، يعطيو له الفلوس، يعطيو له كل شيء. السيد راه خدام على راسو حتى يكمل لك، يقول لك اجي نتحاسب ولدي واحد لا بسم الله، وهو يتكلف كل شيء، خاطيك. لا بالنسبه للبني، بالنسبه للكتريسيتي، الالكتريسيان، البلومبيي، الكراج، كل شيء هو يعرف صحابو مع من يخدموا، وشكون اللي صحابو اللي فيهم الثقه وغادي يتكل عليهم. هذا يخدم ولا ما يخدمش؟ عمرو غادي يريد. شفت الناس فين غادي تدور؟ انت غادي تخسر راسك براسك على حاجه بسيطه، وذاك النوع ديال الكلمه اللي هي ما كايناش، تعطي لواحد ما تمشيش، ايوا معليش، ايوا حتى انت، ايوا عطيني باتساع، هضره خاويه دايره، وتولي غادي تولي منتشر في المجتمع ديالنا، وليو يعرفوا عليك بالله فلان، ودي اختك انت هذاك، راه حتى انت ما عندك، ماشي عند هذاك اصاحبي انت هذاك. هذا لا، هذا قضى الغرض ديالو خدام، والواقع يوقف عنده السيد يقول له ودي بغيت تخدم لي، يقول له اخويا اسمح لي راني خدام، بغيت تستنى سنه وتستنى، ماني ندير لك الدور ديالك فوقاش. هنا في فرنسا نعرفهم عطاو له الفلوس، عطاو له البلان، قالوا له ها البلان، ها الفلوس، ها كيفاش بغيت الدار ديالي، صافي سير الله يهنينا ويهنيك. السيد خطره حتى يهز الطياره ويمشي ويشوف، يجبر داك الشيء على ارض الواقع، كلشي بلا فاكتور بالمسائل، داكشي ديك الغريضه، داكشي كلشي محطوط بسطوط، شحال دخلت لك، شحال خرجت لك، شحال كذا، ها الفلوس فين غادي، كانه رزقه. هذا ما الله يرحم الوالدين ما غاديش تنجح في الحياه تاعك. راه حنا مشكلتين الاخوان الاخواتي، راه مشكلتين عندنا في البلاد ديالنا، ديال هذا النوع ديال النصب والصبح هي اللي خرج علينا وخرج على المجتمع، وما مشكلاش بعيد. هذه الغرض، راه الانسان المشكل ديالنا هو حتى انت الا كنت باغي تخدم نيشان وفيك المصداقيه المجتمع ديالنا اللي داير بك ما يخليوكش، صاحبي حتى انت مالك، ضرب على راسي، صاحبي جابها لك ربي وعاد تقول لي طحن، ويتحرك فيك الشيطان. وكذا الانسان خصو يكون عنده واحد الايمان قوي، ما نتبعش ديك الخرافات، غادي نخدم نبني المستقبل ديالي
بالتي هي احسن، ونطلق الصوره ديالي وندير واحد الثقه للناس، نخلي الناس تثق فيا بواحد الطريقه اللي هي نمشي بها بالتي هي احسن، مصداقيه كلمه لكلمه. كي تكون الكلمه من بعد منها الكلمه اللي هي طبق داك الشيء اللي غادي نمشي معاه، من بعد طرق الوثائق ديالي مع السيد، طرق الخدمه ديالي والخدمه نمشي معاها كما غادي على حساب داك الشيء اللي هو تكلمنا عليه، حتى نسالي خويا نكمل الخدمه ديالي وندير حساب انا والسيد. وقبل بطبيعه الحال اللي هو الاثمنه اللي غادي نتكلموا عليها بالاثمنه، وشحال غادي يدخل ديال الفلوس وشنو كاين وشنو غادي يبقى وشنو غادي يصير، كلشي خص يكون مدروس، وداك الشيء بالوثائق وداك الشيء محطوط على الطابله. عار واحد شوف، عار اللي غادي تقول لي اخويا ما غاديش تدير الخدمه ديالك هذا غماصو، ولكن كلشي هو على يده، ما يدير الثقه حتى في شي واحد، هو كلشي على يده منه مول الدار اللي هو شاد كلشي وخدام، حتى اللي خدامين معاه اللي هما ليزيكتريسيان اللي هما سميتو الكارلو ولا كلشي على يده، اللي يتمتم على خير. علاش؟ لان مولا حرفه وعارف شنو كاين، وعارف الناس اللي كيخدموا معاه وشكون اللي غادي يثق فيه ومع من غادي يخدم. صافي خوتي، الا بغيت تبني ولدي المستقبل ديالك كما حكيتها لك من البدايه، الا عندك 15 عام وبالخصوص اللي هو هذا الفيديو يعني شوف الناس الكبار اللي هم عندهم وليداتهم والمستقبل ديالهم والله هو على على الابواب، خويا الله يخلينا ويخليك شوف كيفاش تفكر بهذه الطريقه اللي حكيت لك الفيديو، وهذا هو الكلام اللي خصك تتكلم مع الوليده ديالك ولا البنيه ديالك باش تبني المستقبل ديالو ان شاء الله باذن الله. الا كان عنده واحد المستوى الدراسي وعارف راسو بانه غادي يمشي لواحد الاتجاه ديال اللي هو باش يخرج كموظف ولا يخدم في الاداره ولا شي حاجه من هذا القبيل، الله يعاوننا ويعاونو مزيان. بصح كتشوف المؤدل ديالو اللي هو هابط وعارف بانه ما غاديش يمشي بعيد، ملي يوصل واحد السن الله اعلم واش 19 ولا 20 سنه ولا 15 سنه، خويا نشوف الولد ديالي روح اولدي وشنو هي المهنه اللي بغا يتكلم، وشنو هي المهنه. ملي كنهضر لك على التمصيط راه ماشي المهنه ديال التمصيط اللي هي خص تكون مصداقيه فيها، راه اي مهنه من المهن، تريسيان ولا كارلور ولا ميكانيسيان كيف ما كان الحال، جاب لك السيد الطوموبيل ديالو باش خدمها له وخدمها له على بايورام. صافي اخوتي باش ما نكثرش عليكم، المهم راكم فاهمين هذا الموضوع، وهذا الموضوع ان شاء الله في حوله اللي هو موضوع زوين، اللي هو غير التوعيه باش الناس تفيق من هذه القلبه، هذاك الشيء اللي هو ديال ما يسمى التصمصاريت او ذاك الكذوب والنفاق ولا التزواريت ولا غير بريكولي ولا ارالي ولا ماشي مشكل ولا واحد انت غير بالله همك، راه ما خداملكش المشروع، نقسم لك بالله العلي العظيم مما دير لنا ولا تصور لنا حتى شي حاجه. هذا الشخص انا نعرفو اللي كيحكي لكم القصه ديالو اللي هو هذا المصروف ما نهضروش عليها، ما كيريدش في الخدمه وخدام والثقه التامه لا مع الناس ولا مع ربي ولا مع العالم. تحياتكم الله واحبكم في الله، ما تخلوش نشوف واحد الشيء جام شي كلمه زوينه ان شاء الله بحول الله، وابونيو وغادي نزيدوا ان شاء الله في هذه المواضيع بحال هذو ومواضيع اخرى. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وعلى خير.